اصحابي صباح الفل. هاخدكم معايا النهارده في رحله من اسكندريه للقاهره. ويعني انا ما كنتش مرتبه ان انا اصور، بس طقت في دماغي كده اصور وانا في الطريق. احنا دلوقتي في الطريق تقريبا ان شاء الله قدامنا ساعه وربع كده ونكون دخلنا بوابات القاهره. احنا دلوقتي على الصحراوي، الطريق كويس. احنا دلوقتي الساعه 10:15 الصبح، فخليكم معايا خطوه بخطوه كده. هنشوف، انا مرتبه كده اماكن اروحها وهنشوف ان شاء الله نروح فين من اول ما ندخل بوابه القاهره لحد ما نخرج منها بالسلامه ان شاء الله. وطبعا اول ما دخلنا من بوابه القاهره اتجهنا على طول على التجمع، علشان انا كنت مرتبه اني اروح ايكيا. رحنا ايكيا الحمد لله ووصلنا بالسلامه. كنت مبسوطه جدا جدا. طبعا انا زي اي ست مصريه اصيله اكتر حاجه بتحبها هي الشوبينج، وبالذات انا بعشق حاجه البيت جدا، يعني ببقى مبسوطه قوي وانا بعمل حاجه كده. لكن للاسف الشديد يعني كان نفسي اصور لكم جوله هناك. بمجرد ما دخلنا ومن اول ما احنا طالعين من على السلالم كده كنا بنصور فيديو، بس قالوا لنا انه ممنوع. بس انا عشان ما ازعلكمش اخدت مقتطفات كده صور حبيت اعرضها لكم. هناك الدنيا تحفه والنظام وفي افكار مبدعه الحقيقه، يعني بصوا الاوض والشياكه وفي افكار تجنن. اسيبكم مع الصور تتبسطوا. بعد ما خلصنا ايكيا وطبعا اشتريت حبة حاجات حلوين قوي هعملهم لكم في فيديو مشتريات منفصل. طلعنا على الازهر والحسين. احنا كنا ماشيين بجوجل ماب وكنا بنسأل برضو في الطريق، لان طبعا اللي بره القاهرة ما يعرفش القاهرة قد ايه كبيرة جدا وتفريعاتها كتيرة جدا، فلو ما فيهاش رجوع، يعني لو غلطنا غلطة فيها لفة كبيرة قوي قوي قوي، فكان لازم نبقى حريصين جدا. انا بقى اتفاجئت بقى بالمنطقه دي. يعني دايما جوزي كان بيحكي لي عنها بس كنتش متخيله انها بالشكل ده. هي منطقه شعبيه، منطقه الازهر، فيها جامع الحسين وفيها مشيخه الازهر، وطبعا انا عارضه قدامكم اهو كل حاجه، لكن ما تخيلتش في يوم انها تبقى بالشكل ده. فيها سياح كتير، اتبسطت قوي انه شفت فيه اتوبيسات سياح كتير وسياح من جنسيات مختلفه موجودين. يا رب يا رب الدنيا ترجع تتظبط في مصر تاني والسياحة ترجع في مصر. بس حقيقي اتبسطنا قوي. فيها معروضات وما خلصناهاش، احنا مخلصين بالليل خالص وما لحقناش. الازهر لوحده عايز يوم كامل من اوله من الصبح بالليل عشان نعرف نخلص. ده جامع الازهر يا بنات اللي في الوش ده، ودي كده المشيخة بتاعة الازهر. عايزة اقول لكم المنطقة فظيعة جدا، ومش عارفه ايه العلاقه الحقيقه ما بين بدل الرقص دي. انا شفت كميه بدل رقص رهيبه باشكال والوان مختلفه، لكن حقيقي فيها حرف. هتشوفوا دلوقتي اكسسوارات وصناعه النحاس، ولا فيها حاجات جميله جدا. في مقطع هتشوفوه عن النحاس هقول لكم رائعه، شغل رائع. طبعا كل حاجه درجات زي ما انتم عارفين. انا هسيبكم تستمتعوا كده وتتفرجوا على الحاجات اللي انا استمتعت بيها جدا. كنت شايفه حاجات حلوه قوي، السياح بيحبوا الحاجات دي قوي. بصوا الحاجات دي شبه الاباقيب بتاعت زمان، يعني انا حسيت بتراث كده، بالتراث المصري يعني عريق قوي موجود بكثره في المنطقه دي.
شايفين يا بنات؟ هو ده شغل النحاس اللي بقول لكم عليه. في مقطع تاني برضو لأباليك كده وأباجورات وتحفة جدا وشغل دقيق جدا. هو ده بقى شغل النحاس المبهر. الشغل ده أبهرني جدا. شايفين قد ايه هو شغل دقيق؟ ده شغل متعب جدا على فكرة ودقيق قوي ومدي نتيجة رائعة بصراحة. وده جامع الحسين بالليل يا جماعة. شايفين الإضاءة عليه بالأخضر كده ومنور،
والمكان في العاده يعني بيبقى زحمه جدا زي ما انتم شايفين كده، بيبقوا قاعدين على الارض كده البنات النوبيات بيرسموا حنه. طريقه كلامهم تحفه، طريقه كلامهم جميله جدا ودمهم زي العسل. وخلصت رحلتنا وخلاص احنا في طريقنا لاسكندرية. الحمد لله الطريق كان كويس واحنا رايحين واحنا راجعين، والرحلة واليوم كله كان جميل، كلنا استمتعنا جدا. كان في تخطيطنا ان احنا ندخل دريم بارك للبنات، لكن ما نفعش طبعا لانه دريم بارك عايزة يوم لوحدها كامل، وكمان الازهر عايز يوم ومش هيخلص برضو، المنطقة كبيرة جدا جدا. في جزء ما صورناهوش، احنا اتغدينا جوه الازهر، اتغدينا عند واحد اسمه فرحات، هو معروف جدا هناك، بس طبعا ما قدرناش نصور لان ما كانش نافع يعني، الوضع ما سمحش. كانت رحلة جميلة، اقابلكم في فيديوهات جديدة مختلفة.